عمر بن الخطاب أبا حفص الفاروق أفضل البشر بعد أبي بكر، أفضل البشر بعد الأنبياء أبو بكر ثم عمر. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. عمر بن الخطاب الفاروق الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، فأعز الله هذه الأمة بعمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب الذي محمد ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب سأل علي قال له: يا أباه، من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ قال علي: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. فيقول ابن الحنفية: فقلت: ثم أنت يا أبتي؟ خشية أن يقول سيدنا علي عثمان بن عفان، فقال سيدنا علي: ما أنا إلا كسائر الناس. عمر بن الخطاب كان النبي صلى الله عليه وسلم على جبل أحد، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فاهتز جبل أحد، فقال النبي: اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. عمر بن الخطاب الذي عمرو بن العاص يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قلت: ثم من؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. قال صلى الله عليه وسلم: والله لو كان نبيا من بعدي لكان عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان من قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون وليسوا بأنبياء، فإن يكن من أمتي منهم من أحد فعمر بن الخطاب. أعز الله هذا الدين في عمر بن الخطاب. وصلت الفتوحات في عصر عمر بن الخطاب إلى الشام وإلى بلاد فارس وإلى أرمينيا وإلى مصر. نصر الله هذا الدين بعمر الفاروق. عمر بن الخطاب الذي زوجه علي ابن أبي طالب من بنته أم كلثوم، فأنجبت له زيد ورقية. سيدنا علي بن أبي طالب الذي زوج ابنته من عمر الفاروق، السيدة فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي حماته العمر بن الخطاب. قام النبي صلى الله عليه وسلم وكان على يمينه وشماله أبو بكر وعمر، فقال صلى الله عليه وسلم: هكذا نبعث يوم القيامة. رضي الله عن سيدنا عمر، ورضي الله عن أبي بكر، ورضي الله عن عثمان، ورضي الله عن سيدنا علي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسونا من المتابعة.